مساء الفل على كل اصحابي واخواتي. وقبل ما نبدا الحلقه النهارده ما تنسوش ان انتوا ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا بابا في ايه؟ ايه يا بابا؟ هو انت فاضل لك قد ايه على امتحانات الثانويه؟ 5. 5؟ وانت ولا اي كتاب مفتوح. انت عارف انا راجع من الشغل النهارده الساعه كام؟ الساعه 10. من الساعه 6 الصبح وانا واقف على رجلي. كل ده ليه؟ عشان لما تقول محتاج كتاب اجيبهولك، محتاج درس ادفع، محتاج موبايل للمذاكره اشتريهولك، وادخل عليك الاقيك بتصور فيديوهات. انا مش بذاكر لاني مش مقتنع. مش مقتنع بايه؟ مش مقتنع ان الثانويه العامه دي حلمي. ده حلمكم انتوا. انا حلمي ان انا ابقى بلوجر، اصنع محتوى واعمل فلوس. بلوجر؟ ايوه بلوجر. ايه فايده الشهاده؟ ما ابن عمي معاه بكالوريوس تربيه رياضيه وشغال كاشير، وابن خالتي مهندس زراعه وشغال سواق تاكسي، واللي معاهم شهادات قاعدين في البيت، واللي بيشتغل 12 ساعه علشان كل اخر شهر يقبض 6 ولا 7000 جنيه. لكن البلوجر من فيديو واحد يعمل اللي بيعمله الموظف في سنه. انا ليه امشي في طريق الناس كلها ماشيه فيه؟ طب انا هسألك سؤال، لو المنصة اتقفلت والناس بطلت تتفرج والحساب اتهكر ولو المرض منعك انك انت تصور، ساعتها هتعمل ايه؟ هعرف ابدا من جديد. تبدأ منين وانت ولا شهادة ولا تعليم؟ يا ابني انا مش ضد حلمك، بالعكس، بس الحلم من غير اساس بيقع. الشهادة مش ورقة، الشهادة امان. التعليم مش علشان تشتغل بس، التعليم عشان لما تقع تلاقي حاجة تسند عليها. بس انا مش عايز ابقى زي الناس اللي تعبت في حياتها وفي الاخر ما عملتش حاجه. ومين قالك ان اللي معاه شهادة فشل؟ الفاشل مش اللي اتعلم، الفاشل اللي وقف. اسمعها مني يا ابني، اعمل محتوى، صور، ابني جمهور، بس اهم حاجة تذاكر وتاخد شهادتك عشان يبقى معاك سلاحين مش سلاح واحد. بكرة لما تتقدم لبنت الناس وابوها يسألك بتشتغل ايه، تقول له بلوجر. ممكن يقتنع وممكن لا، لكن لما تقول له ان انا معايا شهادة وشغال وصانع محتوى، هيعرف انك واحد بيحب يبني مستقبله. انا تعبت طول عمري مش علشان اخليك دكتور ولا مهندس، انا تعبت عشان يبقى عندك الاختيار، ما تضيعش الاختيار من ايدك. اول مره اصور فيديو مش علشان الترند، لكن علشان اوثق بدايه جديده. انا من النهارده هطارد حلمي بس من غير ما اسيب تعليمي.